تعالي يا حبيبتي حط الاكل. تعالي مين اللي بيخبط؟ ده اهلي على الباب، افتحي لهم الباب. اهلك ايه يا حبيبي؟ يا بنتي اهلي على الباب. اهلك ياكلوا من الاكل ليه؟ يا بنتي خدي يا بنتي خدي اعملها، مش هينفع. لا اله الا الله. ايه يا حبيبي عاملين نخبط عليك؟ ايه ما بتفتحش؟ معلش بس منى كانت بتحط الاكل. اتفضلوا تعال اتفضل. نورتوا الدنيا والله. يا نهار اسود، امي واخويا لازم احط الاكل بسرعه. تحط اكل ايه؟ ارجع بالاكل اللي انت جايبه ده. اسمع بقول لك. ايه يا عبدو يا حبيبي في ايه؟ زي ما بقول لك ارجع بالاكل ده على المطبخ يلا، ولا اقول لك على حاجه؟ هات الاكل ومحدش منهم هياكل. في ايه يا عبدو بالراحه؟ اسمع يا استاذ علي، انت وامك خليك فيها استاذ الاستاذ اختك، وانتوا على الباب بتخبطوا تفتكر ان اللي بيخبط اخويا وامي. لا ده انا كنت عارفه ان هم اهلي انا. لا والله. ما شلت الاكل ليه بقى ان شاء الله؟ شفت اختك يا عم علي؟ الموضوع. وبص بقى ما حدش فيكم يتكلم دلوقتي كده. شوف التربيه بتاعتكم. تفتكر مين؟ تفتكر اخويا وامي اللي على الباب، وطلع الاستاذ اخوكي وامك. ما تفهمونا الموضوع بالظبط فيه ايه؟ تشيلي الاكل اول ما عرفت اللي انتوا اللي على الباب. عرفتوا ايه اللي حصل؟ انت عملتي كده؟ ايوه عملت كده. قولي اتكلمي. مش قصدي مش قصدك يا بنت، كان قصدك ايه بقى؟ قولي لي اللي انت تقصديه. بص عليك وعلى شوف التربيه بتاعتك يا عم علي انت وامك. تفاصيل بطن. اسمها عفانة بطن مش تفاصيل بطن. والله ليه حق يقول اكتر مليون كده 100 مره عشان انت بني ادمه زباله. وبصوا بقى، بما ان هي عملت كده ده بيتي وفلوسي وانا حر في اللي انا بعمله، ومحدش فيكم هياكل ويلا تتكلوا. لا يا عبدو مش كده. حقك ما تتكلميش. بص ما اسمعش صوتك. ما هو انت اللي جبت لاهلك ما اللحم. هو انت اهلك مش احسن من اهلي. انا بقول اهلي اللي على الباب على اساس ان هم بالفعل اهلي. ما اخوكي وامك دول مش هم اهلي؟ اهلي. انا اسفه والله. انت اسفه. هعمل كده ايه؟ اسفه ايه ونيلة ايه؟ هو انت خليتي فيها اسف؟ ليه حق يسمعنا اكتر من كده؟ انت خليتي شكلنا وحش قدام جوزك. بص عليك وعلى تربيتك. حقك عليا يا اخويا. اوعى كده يابا اوعى. انا غلطان ان انا جيت هنا. انت محمول لها كده، كنت ربيها الاول في البيت. بس خلاص، لا تربيه لا مش تربيه. تعالى اقول لك على حاجه بس. هتقولي لها ايه؟ انت تعملي كده، تعملي ايوه مع امه عملت وابوه كده. كده. وانت مش مصدقه؟ ثواني. ثواني وحلل. هو ده بلا ثواني بلا حلل بلا مواعيد. كملي. شوفي بقى التربيه بتاع بنتك. طالما انت محموله ده كده كنت عفاني ربيتها قبل ما البطن. تجوزيها. اخلص بقى. انا علمتك على كده، بس حسابي مش معاكي هنا. حسابي لما تيجي بيتنا بعرف اربيك كويس. والنبي كنت تضربها بس بقى انت كمان ده تاكل قرف. تجيبها في البيت قبل ما تجيبها هنا وهي تشوفي. شو انت بص على المطبخ. انا غلطت بس انت ليه بتعاملني معامله وحشه كده؟ تفتكري نفسك اهلك احسن من اهلي؟ مفيش الكلام ده. المعامله بالمثل. سامعه يا استاذه منى؟ يلا روح شوف انت رايحه فين. يلا على المطبخ. تضرب اهلا قال بنت ما عندهاش ريحه الدم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه. حطيتيني في موقف وحش قدامهم وجوزي كان هيطلقني. يا ريتني ما سمعت كلامك. انت السبب في كل اللي انا فيه ده. انت ما عندكيش دم، وانا كمان مش كويسه ان انا سمعت كلامك. ازاي اصلا قبلت ان انا اعمل حاجه زي دي؟ ده ولا اسلوبي ولا طبعي، بس انت خليتيني شبهك بالظبط. انا مش مسامحاكي. مش مسامحاها يعني؟ هو انت كمان يا استاذه منى اللي انت عملتيه ده مش بمزاجك انت؟ ده من العقربه صاحبتك اللي انا منعتك عنها كام مره وقايل لك يا منى ما تمشيش معاها، وبرضه ما فيش سمع كلام. اظن بقى هي كده عايزه تخرب بيتك صح؟ وبالفعل خربت بيتك خلاص. ما تعمليليش بس كده وتقولي بالله عليك. بالله عليك ايه؟ بالله عليك ايه يا بنت؟ هو انت ما بتفهميش يا بنت؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ انا قلت لك كام مره يا منى تسمع الكلام بعد لا خلاص على كده. ما فيش فرص تانية. ما فيش فرص تانية اللي انت تسمعي الكلام، عشان انت ما سمعتيش كلامي من اول مره وانا بقول لك ما تمشيش معاها. شفتي؟ اعتبرني عيله طايشه. طب عيله طايشه مين؟ عيله طايشه مين؟ عيله طايشه متجوزه؟ ازاي عيله طايشه؟ فاهمها انهي معنى دي؟ معلش عشان خاطري. مفيش. والله العظيم ما هعمل حاجه تاني. وانت كنت عملت لي خاطر؟ انت ما عملتليش خاطر يا استاذه منى. وفي الخاطر اللي انت عملته لي ولا صنتيني اصلا علشان تسمعي كلام واحده صاحبتك وتبديها عن جوزك، وانا اللي قايل لك ما تمشيش معاها. جت في الاخر وخربت بيتك اهي. شايفه عاجبك بقى كده؟ لا ما خلاص. لا اتخرب. لا هي غلطه. لا مفيش الكلام ده. غلطه مين؟ ما هي دي غلطه ومش هينفع تصلح. عاقبني باي حاجه تانية. لا مفيش الكلام ده. دي غلطه مش هينفع تصلح. مفيش الكلام اللي انت بتقوله ده خالص يا منى.
منا عشان خاطر واحده زيك اصلا زباله، واحده زيك اصلا حكيره اللي انت ما تسمعيش كلام جوزك وتمشي ورا كلام صاحبتك. عاجبك كده؟ يا صاحبتك خربت لك بيتك يا لا استاذه. ما تقولش كده. لا 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 مش هكلمك تاني خلاص. اديك انت بتالي خدت التليفون وكنت خد التليفون، مش عايزاه. مش عايزه التليفون كله خلاص. انا مش عايز منك اي حاجه. انا كل اللي انا هعمله معاكي دلوقتي اللي انت هتطلع على بيت ابوك على طول يا منى. عشان انت واحده اكيد بتهزر. بهزر ايه؟ مش هعمل كده تاني. لا مش مفيش الكلام ده. ما كان الكلام ده كان من الاول. كان فين من زمان وانا عماله تقول لك يا منى بلاش، يا منى بلاش ما تمشيش معاها، يا منى اسمع الكلام، يا منى شوفي طلبات بيتك وانت مفيش خالص. طب انا مقصره في طلبات مفيش عدم سمع كلام خالص معاكي. ايه؟ مقصره في طلبات بيتي هي. ايوه انت مقصره في كل حاجه. طب سامحني. اسامحك ايه؟ لا ما غلطه ما ينفعش تسامح عليها الا سامحه. اسامح على مين؟ لا سامحه انت اهلي يا منى، اهلي تعمل معاهم كده وليه؟ عشان خاطر السنيره صاحبتك؟ مش عشان صاحبتي انا بس مش عارفه ازاي حصل كده. هو شيطان والله. لا والله شيطان. لا الف سلامه على الشيطان. لا بص بقى يا بنت الناس، احنا بصي دخلنا بالمعروف يبقى نخرج بالمعروف، وانا كل اللي انا اقدر اعمله معاك يا بنت الناس. خلي بالك انا لو كان واحد غيري دلوقتي كان مسك كسر عظمك ده في لحمك انت فاهمه ولقحك في الشارع. بس انا برضه دي مش تربيتي اللي انا مدي ده عليك. انا كل اللي انا اعمله معاكي انت دلوقتي هتطلع على بيت ابوكي وانت طالق يا منى. لا يا عبدو هرد لمين؟ هتترد على فكره عادي. مفيش الكلام ده، انا ما بردش. هي كلمه واحده بس، هتطلع وتسمع الكلام ولا عايزاني اتعامل معامله تانية خالص؟ لا خلاص. يلا بقى على بيت ابوك وابقى خلي صاحبتك تنفعك. ها خليها تنفعك بنت زباله. ايه يابا؟ عارفه والله مالك؟ يا نهار اسود في ايه؟ شلت المرض الاكل من قدام مين؟ ها؟ يا غلبي انا من بنتي، إيه اللي حصل؟ عبدو طلقني يا ماما. يا نهار اسود والنيل. والله تستاهل. انا فرحان. فرحان في اختك. المره اللي فاتت شالت الاكل ها وتهزقنا ومشينا من عندهم من البيت. عملت ايه المره دي يا حلوه؟ اشجيني. عملت ايه؟ شلت الاكل من قدام جوزك بسبب بقى؟ الموضوع دوت. برضه؟ ايه بقى اللي جدد امه لما هو خلص؟ عشان هو اسمعني وانا بكلم صاحبتي اللي هي اللي قالت لي ان انا اعمل كده. صباح الفل. وانت يا حبيبتي كان يا اختي صاحبتك اكيد البنت سهام. انا مش منعك عنها. انا مش منعك عنها يا بنت. خلاص يا حبيبتي. انا مش منعك عنها يا بنت. كفايه يا بنتي خلاص يا يعني بنت اتفرج النبي يا عشان يا بنتي ده احنا طردنا من عندك من البيت. عارفه بقى هو انا طلقت؟ بقول يا ارض تشقوي بالعيني. هو أنا طردنا طلقت؟ زي بقينا امك ست كبيره طردنا من البيت ما عندكيش كرامه. ربنا ما يجعل بتحسيش. حقكم مني والله. خلاص بقى. يا شيخ علي ربنا طلع جاب احنا لو حقكم مكانه مني. كان شقك نصه ورماكي بره. خلاص والنبي عشان خاطر امي. انا عايز اعرف ازاي طلقها الاول. ما ضربهاش طول موتها بعد كده طلقها. وانت هيرضيك ان اختك تتضرب؟ يرضيني غلطانه. ده انا ما بنامش الليل بعد ما جوزها طردنا من البيت على امك. ما بيجيليش نوم. حبيبتي يعني يعني يضربني. صاحبتك دي انت ما عندكيش مخ، ما عندكيش وعي. اي واحده تقول لك اعملي كذا تعمليه. يا ماما ما انا ما اعرفش. انت عارفه ان ده مش طبيعي ولا انا كده. والله يا ماما والنبي بقى يا ماما. بتتصرفي من دماغك ليه؟ عشان خاطر امك. فرد قلت علينا له والله الناس يا شيطان بنت. خلاص يا شيطان. ضنايا خلاص. قلت له شيطان والله العظيم يا ماما. طب يا بنت ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان انا اخدها من ايدها واروح انا. ماشي يا حبيبي. اختك غلطانه من فوقها يا ريت ما لتحتها. ترجعهاش يا ترى. مش عايزين نشوف خلقتها دي عشان واحده زي دي قلت منا قدام جوزها. يا علي حقك عليا يا علي. انا عارفه ان انا غلطت والله. يا ريت حقكم عليا يا يا ماما. ريت تتعلمي من غلطك وما تمشيش ورا اي واحده صاحبتك. صحابك دول يا حبيبتي حابين يخربوا عليك، شايفينك ان انت احسن منهم. انا بس اضربها اسفين عشان تروح بيت ابوها ينفع؟ لا يا ماما، لا. يا زي الهبله بتصدق اي حد يقول لها حاجه. خربت بيتها بايدها. يا حبيبتي ده انا مربياك على العقل. تقول لجوزك ايه بقى؟ والنبي ابوس ايدك المره دي عشان يطردها تاني. عشان قسما بالله المره دي ما يكرهوا لا كسر عظمك في لحمك. النبي خلاص يا علي عشان خلاص يا علي ما بقتش دماغي قادره فيها. تستحمل والله. انا غير يا ماما. تعالى انا هروح بيتك صلح الموضوع. يلا يا يلا يا حبيبتي. ويا ريت تتعلمي من غلطك يا حبيبتي وما تعمليش كده تاني. اولا انا جايبه بنتي لحد عندك اقفل الباب بس عشان الجيران. اقفل الباب بس عشان الجيران. وبعد كده طب يا حبيبي انت بتكلمني بقرف كده ليه؟ ده انا بتكلم. جايه لحد عندك يا ضناي. اتكلمي يا حاجه. يا عبدو اتكلمي هسمعك. انت بتقولي انا بتكلم. اتكلم اهو. ما تاخدش ماما بذنبي يا ماشي يا عبدو. حبيبي. ماشي اسكتي انت. انا بنتي- بتكلم مع امك دلوقتي. ها بنتي غلطت وانا عارفه ان تمام. هي غلطها من فوقها لتحتها. تمام. وانا جايه استسمحك المره دي ان انت تسامحها. اعتبرها عيله وغلطت. تستسمحها ازاي بقى؟ والسنيوره بنتك انا منعها عن صاحبتها
العقربه اللي اسمها اسهام دي قلت لها بدل المره اكتر من 100 مره ما تمشيش معاها وما فيش سمع الكلام خالص. اتعلمت تمام؟ من غلطها. اول غلطه غلطتها عديناها اللي هي بتاعت الاكل. تيجي بقى في الثانيه الاقي ان صاحبتها هي اللي بتوزع على الغلط ده كله، قاعده في البيت ما يعمل بقى. استنى بقى ايه تاني بقى؟ استنى لما صاحبتها تقول لي اعمل ايه تاني؟ ها قولي لي انت. خلاص يا حبيبي، هي عرفت غلطها واتعلمت منه، يعني انا ماليش عندك خاطر يا ابني؟ ماشي يا ام، بص مجيتك ده عندي ببص بالدنيا كلها ربنا يكرمك. تمام. لكن انا دلوقتي كده انا بتكلم في عدم سمعان كلامها، هي ما بتسمعش الكلام. والله العظيم هسمع كلامك ومش هعمل حاجه تانية وهبوس ايدك ورجليك لو عايز. طب وليك ما كمل الاول؟ ليه بقى نكبر نفسنا على اللي احنا بنعمله ده؟ ليه اللي تحط نفسك في الموقف ده؟ قولي لي كده ليه؟ الشيطان وغلطه ومش ألف سلام على هتتكرر. الشيطان. والله انت الشيطان ده هو اللي راكب دماغك. اتعلمت الغلط هو ومش اللي راكبك. هتسمع كلام مش اي هتتكرر واحده تاني صاحبتها. والله. صاحبتها دي اي صاحبه بتخرب عليك عشان شايفاك ان انت احسن منها يا انت لو تسمع كلام جوزك مش هتوقع نفسك في الغلط اللي انت فيه ده دلوقتي. صح، معاه حق. طب حقك عليا. خلاص لا يا عبد الحبيب، خلاص. خلتني رميت عليها الطلاق بس الله معلش، يسامحها. طب وليه انت طيب؟ طلقتها طلقه واحده ولا اكتر؟ ده هي طلقه واحده بس. في انت كنت كفاره وتسال الشيخ عن الموضوع ده يا حبيبي. الشيخ ان بس شاء الله ربنا عشان عارف نيتي والله العظيم ما ايه تتقبل. اللي كان يوصلنا للموقف الزباله اللي احنا عشان فيه ده؟ ربنا يعاقبني واعرف عشان ان الصح من تتعلم من الغلط. غلطها. البني ادم لازم يغلط عشان يتعلم. وليه ما انا كنت بقول لك الصح من الغلط ولا انا ما كنتش كان بقعد لازم معاكي؟ تغلط من دماغها عشان تفهم وتتعلم. يا ريت من دماغها هي. حقك يا عليا. ريت الغلط ده كان من دماغها هي. من دماغ صاحبتها الغلط اسهام. كمان ما خلاكش بس تطلقني وطردت ماما يا ستي واخويا انا والدنيا مسامحاه كلها جت- ابني ومسامحاه. الدنيا كلها جت على بصراحه بعضها. انا مش عارفه اتكلم من ما بيتك تتكلمش لحد يا هنا بصراحه بالدنيا كلها والله. ربنا يا يكرم حماتي، اصلك يا الله يخليكي. حبيبي. ومصارين البطن بتتخانق وياما هيحصل في البيوت. يلا. يلا بقى ماشي. صالحوا كده لا، وانا ماشي. يلا روحي شوفي انت رايحه فين. انت يلا يا دلوقتي أنا حبيبتي، هتكلم معاك. يلا يلا روحي انت. روحي. خلاص يا بنتي خلاص روحي. روح يلا. انت بقول لك ايه بقى. السهوكه دي؟ خلاص يا حبيبي هدي الدنيا. والله خلي بالك انا عديت الموضوع ده كله عشانك انت، عارفة. غير كده انا ما كنتش هرجعها. عارفة. لان هي انا كام مره حذرها من صاحبتها اللي اسمها سام دي وهي ما فيش برضه خالص. معلش زي ما انا مره قلت واثنين لك. وثلاثه لحد ما اشوف الموقف اللي هي حطيتها فيه. صاحبتها دي زي السوسه. عارفه يا حبيبي مفيش صحاب تتامن النهارده. ادخل بقى راضي مراتك كده وكده يعني. هدخل. يلا عايز حاجه؟ انت هتمشي ولا حبيبي ايه؟ ما انت قاعده. طب اشربي اسيبكم اي بقى حاجه. تروقوا كده مع بعض وتتصالحوا. يلا يا حبيبي سلام. ماشي يابا. ايه المره دي يعني مفيش تليفون؟ مفيش تليفون. مفيش تليفون يعني؟ مفيش يا رب تليفون. نعقل بقى. عقلت. وبعد كده بقى نسمع الكلام. سمعت الكلام. واقول لك على حاجه يا منى تعمليها، لان انا عارف الصح من الغلط. انا عمري ما اقول لك على حاجه غلط، ولما اقول لك دي لا يبقى هي لا. بلاش صاحبتك دي يبقى هي بلاش صاحبتك مفيش دي. صحاب اصلا. انا اكتفيت بيك وبماما وباخويا وبمامتك طب وكان ليه؟ طب ما كان كده من الاول. كان كده من الاول. لازم يعني لازم تحط نفسك في الموقف البايخ اللي انت فيه ده وتخليني اعلي صوتك عليكي وتخليني اطلقك. الشيطان وعشان بس الشيطان. الغلطه ما تتكررش تاني اللهم اخزك يا شيطان. وبعدين يعني الحلو مش هنعرف معناه غير لما نشوف الوحش. الحمد لله الحمد لله اللي انت شفتي الحلو مش بتعرف امتى الا امتى. وقت ما نشوف الوحش. طب ليه بقى؟ انا ما كنتش عايزك تحط نفسك في الوحش، بس الحمد لله. الحمد لله اللي هي جت على قد كده. الحمد لله اللي هي الطلقه ما جاتش بالثلاثه. كنا زماننا دلوقتي بصي خلاص على كده. وانا خلصت. عشان غلطت برضه ههون عليك كل ده يعني. طب ماشي، ما انت شفتي يا منى. انت عشان ده كله ما سمعتش كلامي. انا لما اقول لك تعملي دي تبقى هي دي. ما تمشيش مع دي خلاص، ما تكلميش دي خلاص. عمري ما اقول لك على حاجه غلط. انا عارف مصلحتك كويس. مش هاجي اقول لك كده على حاجه يا منى لا ما تكلميش دي وانا عارف ان صاحبتك دي مثلا حلوه وانا مش همشيك معاها. لا طب وانا ليه؟ طب ما هو الصاحب ساحب بالفعل زي ما بيقولوا. صح. وهي بالفعل الصاحب ساحب وصاحبتك للغلط. يا ريتها صاحبتك للصح كنت قلت ماشي. اهي واحده صاحبتها وبتعلمها الصح من الغلط. انا مش قاعد لها، انا في الشغل على طول. لكن هترها غلط يا صاحبتني منى. الاوحش حاجه في الدنيا. خلتني كنت ستي هخسرك انت واهلي. عادي يا ست، الحمد لله حصل خير والحمد لله اللي هي جت على قد كده. بس انت بعد كده يا منى زي ما بقولك نعم وحاضر. وانت هتشوفوا مني بص احسن معامله. نعم ولو وحاضر. طلبت عينيا الاتنين دول انا هديهم لك مش عايزهم عنك. انت عارفه غلاوتك عندي قد ايه. انت فاهمه؟ يبقى نهدى بقى كده ونستهدى بالله ونشوف طلبات بيتنا كويس ونفكنا بقى من التليفونات دي شويه. انا مش هقول لك ما تتكلميش في التليفون وما مش تلعبش عايزة. فيه. لا يا ست التليفون موجود هديهولك. بس تشوفي طلبات البيت اهم وتشوفوا مصلحه البيت وتشوفوا كل حاجه. والتليفون ده تخليه في اخر حاجه. راح آخر اعمل لك تفكير. كوبايه عصير. يا ريت يا ريت. ماشي.